اطول نقله عملتها رحت اسوان، خدت معايا يومين رايح جاي، النهارده في اسكندريه بكره في مطروح كده، فبحس ان انا بغير جو اول باول على طول. ممكن تعمل نقله واثنين وثلاثه وتاخد حسابهم عادي على بعض، عايز تتحاسب بالنقله عادي، الناس ما عندهاش مشكله عادي. بس هو عامه الشغل كله مضمون. انا نفسي يبقى عندي عربيه لحسابي. اسمي حجاج يحيى، انا من الفيوم. عربيتي شيفروليه 6 متر. يعني قبل مثلا الابلكيشن وكده تمام، كنت مثلا ممكن الجا ان انا مثلا ابقى واقف مثلا في موقف مستني مثلا حد من زمايلي يرن مثلا عليا، مثلا يقول لي اطلع نقله مثلا مكان انا مش فاضي كده، كنا بنشغل بعض بالتليفون. انا مره طلعت مشوار تمام، وبعد ما يعني حد كلمني في التليفون وقال لي تعالى هتحمل نقله وكده، وبعد ما حملت النقله دي رحت لقيت السعر مختلف خالص بعد ما تطلع الحاجه، واضطريت ان انا اقبل بالفلوس اللي هو خفض يعتبر الربع فيها. انما دلوقتي لما الابلكيشن بقت موجود معايا بقت ما احتاجش حاجه، ممكن ما اتحركش من بيتي غير على شغل تمام. ثانيا الشغل عليه مضمون بقى، يعني مثلا بخلص شغلي ببقى ضامن فلوسي، ما عارف فلوسي فين. وغير كده ان انت ممكن تفتح برضه الابلكيشن برضه وانت في المكان اللي عتقت منه، ممكن تلاقي نقله تجيبها معاك وانت راجع. هم عندهم ميزه ان انا مثلا ممكن اي حاجه العربيه محتاجاها، انا محتاج موبايل، محتاج كاوتش لعربيتي، محتاج اي حاجه ممكن اشتريها من على نقله ستور. يعني متاح مثلا ان انا ادفع بالقسط، وممكن ان انا يتخصم مثلا من من حساب النقله بتاعتي. يعني بصراحه التيم بتاع الابلكيشن لو ما عندي مثلا مشكله، مثلا عميل مثلا وصلت على المكان اللي انا هحمل منه ومش موجود، بتصل بيهم يعني بيحلوا مع الواحد بسرعه، ده احسن حاجه. يعني انا احب الناس كلها ان تنزل الابلكيشن تمام وتشتغل مع نقله، يعني شغل مضمون وفي شغل كل يوم. انت لو عايز تشتغل 24 ساعه تشتغل 24 ساعه، مش هتزهق من الشغل. يعني احب ان انا يتقال على اسطوره بالذات من شركه كبيره زي نقله.